السلام عليكم اصدقائي صديقاتي، كيف دايرين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتلقاكم القضيه ديال اليوم بافضل حال. مهم بلا ما نطول عليكم كثرت الهضره، صراحه كيعجبني الحال فاش كنحط لكم قصص، وكنحط لكم قضايا اللي جداد. وايضا سمحوا لي الا كنغبر عليكم بزاف، غير الظروف وصافي. المهم خذوا لكم شي بلاصه تكون ترونكيل، شي حاجه تشربوها، واجيو تسمعوا القضيه ديال اليوم. القضيه ديال اليوم غتدينا لمصر، وبالضبط سنه 2008. غنمشيو لبلاصه سميتها اسيوط، وبالضبط عند واحد الكوبل اللي يلاه تزوج. هاد الزوج هادو تزوجوا عن حب كبير. هاد الزوج كان ميسور الحال. مهم دازت مده على الزواج ديالهم. الزوجه غادي تولد بنت، ومن بعد منها غادي تولد ولد، ولاو عندهم جوج وليدات. الزوجه هنا ولات ملهيه غير مع الوليدات، لدرجه انه ما بقاتش كتسوق لراسها، والحالتها ما بقاتش كيف كانت، وما بقاش عندها الوقت لراسها كاع. وقتها كاملو ولات كتعطيه غير لوليداتها صافي. غلطت بزاف وتبدلات. الزوجه ما بقاتش كيف كانت، بقات غير على هاد الحال. حتى وراجلها ما بقاش كيبغيها كيف كان، ولا كيعيفها، وما بقاش كيقدر انه يقرب ليها. وايضا ولا كيقارنها مع العيالات الاخرين اللي كيشوف على برا، ولا كيخرج للزنقه كيشوف العيالات كيف مهلين في راسهم، وكيدخل كيلقى الزوجه ديالو حالتها حاله. هنا الزوج مع المده بدا كيفكر انه يجيب مراه تانية. فعلا غادي يبدا يقلب، واحد النهار وهو جالس واحد الكافي غادي تبان ليه واحد المراه اللي زوينه بزاف. هذه المراه كانت مطلقه، ما عندها حتى وليدات، كانت مهليه في راسها مزيان، كانت زوينه ولابسه مزيان ومقاده حالتها. لاطاي ديالها كانت زوينه. فهو داكشي اللي ما كانش كيشوفه في مراته لقاه في هاد المراه هادي. هنا حاول انه يتقرب منها، وفعلا غادي يبداو يتعارفوا، وغايقول لها بلي انه ناوي المعقول وباغي يتزوج بها. هي بقات كتشوف فيه وبقات كتفكر مع راسها، علاش لا؟ الراجل ميسور الحال وغادي يصرف عليا وغيتهلا فيا وعيشني مزيان. مع العلم انه قال لها بلي ما غاديش يقدر يتزوج بها زواج عادي، غيتزوج بها زواج عرفي. قبلت بالزواج وما كانش عندها حتى مشكل. فعلا غدوز المده غادي يتزوجوا، وهو غادي يمشي يقولها للزوجه ديالو. هي غادي تعصب وغادي تمرض بزاف. قالت لي علاش مشيتي وتزوجتي عليا؟ بدا كيقول لها بلي انه ما بقيتيش مهليه في راسك، وما بقيتيش كتعطيني وقت ولا كتعطي وقت لراسك، ما بقيتيش كتعمري ليا عينيا. هي بقى فيها الحال بزاف وغضبات، وهزات وليداتها ومشات عند امها. هنا الام بدات كدير العقل بنتها، قالت لها علاش خرجتي من الدار وخليتي دارك لوحده اخرى؟ هادشي غادي يخلي الراجل يجيب عليك المراه الاخرى للدار وغادي يتزوج بها عادي، وانت غادي تضيعي راسك وغتضيعي وليداتك وغادي تطلقي. دابا نوضي وقادي حالتك ورجعي لدارك. وهنا الوليدات اللي غادي ياخذوا لك الوقت خليهم ليا، انا غنتكلف بهم، وانتي ديها في راجلك وحاولي انك تصلحي العلاقه بينك وبينه. فعلا البنت غادي تسمع الهضره ديال الام ديالها، وغادي تنوض وغادي تمشي للصالون يا لاله، غتقاد حالتها وغادي تصبغ شعرها وغادي دير الماكياج وغتبدل الستيل ديال الحوايج ديالها، وغادي ترجع كيف كانت في الاول وحسن. المهم مشات رجعت لدارها، دخلات ولقات راجلها. هنا فاش شافها راجلها تبدلات ورجعت كيف كانت في الاول واحسن، بقى فيه الحال وتندم معاه الحال، وقال اش داني كاع نتزوج بالمراه الثانيه. الزوجة حاولت أنها ترجع العلاقة ديالها بالزوج كيف كانت، وفعلا هو عجبو الحال وقال لها بلي أنه غادي يمشي يطلق المرأة الأخرى وما عنده ما يدير بها. وفعلا غادي يقرر أنه يمشي عند الزوجة الثانية يقول لها باش يتفارقوا، ولكن قبل ما يقول لها بالخبر غادي تصدموا بلي أنها حاملة. صافي هنا ما لقى ما يقول، مشى عند الزوجة ديالو الأولى وخبرها بالخبر، قال لها بلي المرأة راها حاملة، وهي قالت له بلي خليني انا نتكلف بهذا الموضوع.
غتمشي تخبر الام ديالها بالخبر، وغادي يتفقوا انهم يمشيو عند الزوجه الثانيه باش يهضروا معها. مشاو عندها قالوا لها بلي انه خاصك تنزلي داكشي اللي في كرشك. الزوجه ما بغاتش، وقالت لهم بلي انها طلقت من الراجل الاول بسبب الولاد، وبلي ان الامنيه ديالها انها يعني تكون ام. وهما عياو ما يعرضوا عليها في الفلوس، ولكن هي ما قبلاتش. قالت لهم الا بغيتوني نطلق انا غنطلق ونعطي اتساع لراجلك، ولكن انا الجنين اللي في كرشي ما غاديش نحيدو نهائيا. هنا رجعت الزوجه عند راجلها وقالت ليه شنو قالت لها الزوجه الاخرى، وبقاو ديك الليله كيفكروا كيفاش انهم يتهناو من داكشي اللي في كرشها. فعلا الليل كامل هما كيفكروا غادي يلقاو حل شيطاني. هنا الغد لي غادي يمشي الزوج عند الزوجه الثانيه، وغادي يقول لها باللي عرف ان الزوجه جات عندها، وبلي انها يعني امرتها انها تطيح داكشي اللي في كرشها، وخاصم عليها وضربها، وايضا راه هي يعني بغات تصالح معها وبغات تعتذر منها، وطلبت باللي انها تجي يعني عندها للدار، وباللي انها دايره العراضه على حسابها. الزوجه غادي تقبل وغادي تقرر انه تمشي معاه للدار ديال الزوجه الاولى. وهنا غتلقى الزوجه موجده لها ومستقبلها احسن استقبال، موجده لها العصير والحلاوي والقهوه، وايضا كترحب بها. مهم دخلات كلاو مجموعين وبقاو مجمعين شويه، وصلت وقت القهوه والحلوى. وفي الكاس ديال القهوه اللي غادي يحطوا ليها كانوا دايرين ليها فيه واحد الدواء اللي الا شربته الحامله كتجهض. غير شربات الزوجه الثانيه القهوه وهي بدات كتغوت، ومشات كتجري للطواليط حاشاكم، وبدات كتنزف بقوه. هنا الزوجين بقاو كيتسناو انها تخرج ويديوها المستعجلات على اساس انها وقع لها اجهاض عادي، ولكن الزوجه جاها الحريق بزاف وجهضات، وايضا اللي ما توقعوش انها راه ماتت في البلاصه. من بعد فاش تعطلت بزاف في الحمام قرروا انهم يمشيو يطلعوا عليها، وهنا كانت الصدمه، لقاوها ماتت. الزوج تخلع بزاف وما عرف شنو يدير، لكن الزوجه هنا سكتاتو وحاولت انها تهد، وقالت ليه بلي انه الحل هو انك تهزها وديها لدارها وبيشوفك تحد، وفي الصباح ايضا غادي تمشي ودير راسك غادي تمشي تطلع عليها. وهنايا فاش غادي تلقاها ميته غادي تعيط للطبيب باش انه يكشف عليها، واذا كشف عليها الطبيب غيقول بلي انها ماتت بسبب الاجهاض، وغادي يعطينا تصريح بالدفن وصافي غندفنوها وغنرتاحوا، خصوصا انها ما عندها لا والي ولا حتى واحد اللي يسول فيها. فعلا الزوج غادي يدير بالهضره ديال مرته وغادي يديها للدار، وفي الصباح غادي يمشي على اساس انه لقاها ميته. وهنا غادي يعيط للطبيب، الطبيب جا باش يفحص وجاتو شي حاجه اللي غريبه، وقال بلي انه ما يقدرش يعطيه تصريح بالدفن، خاص ضروري انه يدار لها التشريح باش يعرفوا سبب الوفاة. هنا بقى كيقنعوا الراجل، ولكن الطبيب قال هضرته وصافي. داوها داروا لها التشريح، وفعلا غيلقاو على انها خدات شي دواء هو اللي دار لها النزيف، وهو اللي ادى للموت ديالها والموت ديال الجنين. هنا فاش بداو التحقيقات باش يعرفوا يعني كيفاش تشرات داك الدواء ولا كيفاش تشرباتو، واش شرباتو بوحدها ولا كاين شي واحد مورا هادشي. هنا الزوج فاش كيسولوه قال لهم بانه كانت كتفكر انها تجهض وما باغاش تولد، داكشي يقدر علاش شرات الدواء وجهضات راسها. ولكن اللي ما عرفش هاد الزوج هذا بلي ان الزوجه ديالو الثانيه كانت عندها واحد الجاره اللي صاحبتها وكانت كتعاود ليها كل شيء، وعاودت ليها كل شيء اللي وقع. والجاره قالت باللي انها ديك الليله فاش ماتت الزوجه وكان جابها راجلها للدار شافته وهو هزها على كتفه. بعد الاعترافات ديال الجاره فغادي يعتقلوا الزوجه والزوج بجوج. هنا من بعد غادي يمشيو يفتشوا الدار ديالهم، وفعلا فاش غادي يقلبوا الدار غادي يلقاو الاثار ديال الدم في الحمام، وغادي يلقاو داك الكاس اللي شربت فيه القهوه واللي باقي في الكوزينه ما مغسولش. وهنايا غادي يديوه كدليل اللي غيدينوهم بجوج.
هنا ايضا غادي يعترفوا هاد الزوجين بالجريمه ديالهم، وبلي انهم هما اللي قتلوا المراه والجنين اللي في كرشها. الزوجين بجوج غادي يتحكم عليهم بالاعدام. كانت هذه هي القضيه ديالنا ديال اليوم. نتمنى لقضيتنا الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا بالاراء ديالكم. تلقاو في فيديو قادم، مع السلامه.